بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم. هتكلم النهاردة على تفاصيل كتيرة حصلت من أول الموسم الصيفي ما بدأ والانتقالات اللي بدأت لغاية وقتنا هذا. طبعا إدارة الأهلي والناس الكتيرة اللي كانت بتهاجم إدارة الأهلي عشان موضوع المهاجم وجابوا أنتوني موديست، أقول لكم التفاصيل كلها. على فكرة إدارة الأهلي ما بخلتش خالص على كولر ولا على فريق الكورة خالص. طبعا 60 مهاجم اتعرضوا على طاولة كولر، وطبعا كولر رفضهم تماما. على رأسهم حمزة إغمان مهاجم الجيش الملكي المغربي اللي طوله 181 سنتي، وحمزة النوري مهاجم الفتح المغربي اللي طوله 188 سنتي، وكولر رفضهم بسبب قصير القامة. والله يا جماعة فيلافيو كان قصير، وعماد متعب كان قصير، وكمان أجوير مهاجم مانشستر سيتي وبرشلونة والأرجنتين السابق كان قصير وكان سفاح. مش عارف كولر وافق على أنتوني موديست ليه. مفيش حد يقول لي إن هو كان في البروسيا دورتموند وكان مقطع الدنيا، لا خالص. والله العظيم كان جايب جونين بس. هو كان جاي تعويضا لهالاند مهاجم مانشستر سيتي، لكن خابوا التوفيق للأسف. هو كان في كولن الألماني كان جايب 33 جون وكان بينافس هالاند على هداف الدوري الألماني، لكن لما راح البروسيا جاب جونين بس. وبعدين البروسيا دورتموند خلاص فسخوا التعاقد معاه وخلاص كان فري في الصيف. والله كولر كان بيقول ان هو هيكون هيدر بس، يعني هيستفيد من الاوفرات الكتير اللي هتحصل من رضا سليم او حسين الشحات، لكن ما حصلش حاجة. انا مش بنقد موديست، لكن كل الدعم لموديست وكل الدعم لإدارة النادي الأهلي. دي التفاصيل على المهاجم اللي حصل من الصيف اللي فات لغاية وقتنا هذا. لكن الأقاويل الكتير اللي بتقول المهاجم، أنا قلت لكم قبل كده إن أحمد أمين أوفا هيكون موجود في يناير، وعدي الدباغ احتمال يكون في يناير أو في الصيف. هو مهاجم فلسطيني، يعني قول مهاجم مصري يعني بالمعنى أصح. طبعا عمر كمال عبد الواحد موجود في يناير، وطبعا فتوح هيكون في الصيف الجاي. ودول اللي حصل او اللي حصل دلوقتي على طاولة النادي الاهلي. الكلام بقى على بيرستاو او علي معلول او كريستو، دول الاجانب. انا كوجهة نظري الشخصية انا كنت شايف بيرستاو كان مشي السنة اللي فاتت، ادى موسم رائع جدا، لكن مش هيعمل نفس الموسم ده تاني. كنت هتستفاد منه ماديا. طبعا الصرف الكتير لدول الخليج كان ممكن يروح السعودية او الامارات، وكنت هتستفاد منه ماديا جدا. علي معلول 35 سنة خلاص كنت هتستفاد منه ماديا ويرجع، يعني ايه، يكون عنده في وظيفة موجودة في إدارة النادي الأهلي ليه. كل الاحترام والتقدير لعلي معلول وبيرسيتاو، بس بيرسيتاو كنت هتستفاد منه ماديا أكتر من كده. أليو ديانج كان قدامه عرض خرافي ب 8 مليون يورو من جلاتا سراي التركي، لكن الأهلي رفض. لكن بيفكر بجدية حاليا هيكون موجود في الصيف الجاي. احتمال كبير اليو ديانج هيمشي، احتمال كبير علي معلول هيمشي، احتمال كبير بيرسيتاو هيمشي عشان هيعدي ال30 وكمان هيزود عقده. وطبعا الاهلي هيرفض رفض تام انه يجدد عقده ويكون في زيادة في الاسعار بسبب ازمة الدولار الاخيرة. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.